الحلقه ديالنا اليوم تصنتوا لها حلقه زوينه وغتعجبكم. كنت خدام في دائره الشرطه. واحد النهار جات عندنا واحد المراه دافعه واحد الكرسي، دافعه واحد ديال المقعدين، كرسي جالسه عليه عنده الرويض، راك عارف داك المقاعد، داك الكراسه ديال المقعدين، ديك الكروسه دافعها وجات عندنا الكوميساريه. سمعت انا في الباب شي واحد تيقول عاونوها تطلع، ما عاونوها تطلع، زيد عاونوها تطلع، ما عاونوها تطلع. خرجت تنديرها تلقى شي 3 الناس هازينها، دوك الناس تيجيو يصوبوا الشهاده السكنه، هازينها وطلعوها للكوميساريه دخلوها. عرفت عندها شي حكايه. دخلت المكتب ديالي من بعد الرئيس دخلوا عنده، بقى تيهضر، عيط لي الرئيس قال لي السي خراز. قلت لي نعم. قال لي الله يعطيك الصحه ما حلينا هذه المعضله هذه المشكله عند واحد المراه، سيري معها للبيرو. قلت المراه تبعيني، دخلت للبيرو الكروسه ديالك، قلت لها شنو عندك؟ قالت لي سيدي انا تنبيع في المارشي هنا، في المارشي ديال المسيره، قالت لي تنبيع القزبور، حي سوق المسيره وحي المسيره في المغرب كامل عطينا لواحد اسم المسيره، عطينا الاسواق الشعبيه، عطينا الاحياء الشعبيه كما هو الحال في قنيطره، في سوق الاربعه، بالقصيري، بعد المدن. الا في الدار البيضاء شارع المسيره هو اللي عطينا واحد الشارع غالي وفيه المحلات غاليين والسكنه فيه غاليه، شارع المسيره في الدار البيضاء. اما اللي بقى كله حي المسيره تكون شويه ديال الضعفاء والبسطاء والناس عاديين وكذا. هذا المارشي هذا كان سميتو حي المسيره، وانا تنعرفو وتندوز حداه ديما، وتندوز حدا ديك المراه وتنشوف هذيك المراه، انا تنشوفها. قلت لها تنعرفك، تنشوفك تتبيعي الثومه، تتبيعي دوك ديال الحمام، تبيع الخلقات ديال الحمام، هي تتصاوب دوك الخلقات ديال الحمام بيديها، تتبيعهم بالكوردون ولا سميتو تيقول عيالات، ودوك المحكات ديال الحمام وحتى تحط هذا كارطونه ديال الثومه. بعض المرات تنشوفها تتبيع الثومه. انا عارف ديك الثومه كاين واحد الحانوت تما كبير ديال واحد العطار تيبيع كل شيء، وواحد النهار شتا خارجه من عنده دايره كارطونه قدامها ديال الثومه وقطعت، وكانت واحد الحفره تما طاح لها ديك الرويده الكروسه، وعاونتها انا غير ديز هزيتها حطيتها تما. قلت لها فين غدا؟ قالت لي تنجلس هنايا، وجلست ديك البلاصه ديالها. واحد القنيت مع واحد القنت ديال الخرج هذا المارشي، الباب خرج هذا المارشي، تبعوا معايا تنبغي نعطيكم كل شيء انا، الديكور كما تيقولوا، المعاينه كامله. الخرج هذا الباب المارشي هي شاده واحد القنيت تما، حدا واحد البيت اللور، بيت صغير اللور. هذاك البيت اللور اللي عندها صغير ساكنه فيه، هذاك البيت نهار بناو المارشي داروا بيت صغير للعساس ديال المارشي، بيت صغير ما فيه لا مطبخ لا مرحاض لا والو، بيت صغير، ولكن هي استغلته ولا ساكنه فيه. علاش ولا ساكنه فيه؟ انا غنعاود لكم شنو مشكلتها اللي جات تعاود ليا، انا غنعاودها لكم. تقول لي ديك السيده، قالت لي سيدي انا امراه مطلقه، وانا امراه ما عندي عائله، ما عندي والو، انا ساكنه تما في ذاك البويت اللي تنحط قدامه الثومه، وتنحط تنصوب ذاك الكوردون وتنعس فيه، عندي فريشي، عندي كل شيء تما. واحد مول الديتاي اللي تيبيع قاروب التسقيط راك تشوفوا تما، واحد مسخوط، قالت لي عنده واحد الكلب، قالت لي بيتبول حاطو تما، ما دير ليه لا قنبه لا والو، لا سنطه لا والو، غير طلقوا تيجلسوا حداه وتيكتب جنبي انايا، تيجمع السلاقط، تيجمع دوك المنحرفين وتيجمعهم صغير، تيشرب تما بعض المرات مخبي عنده الطابله ديال الديتاي ومخبي تما الشراب. وداك مشكلتي مع داك الكلب الناس ما تيشوفوا الكلب قريب ليا واقف تيخافوا ما تيجيوش يتقداو من عندي. طلبتو هو غاتيعايرني وتيسبني وتيدير لي. هضرت مع المعلم، قلت لي انا غادي نمشي لتخيتي اش عندها، درت لها واحد المحضر، قلت لها انا غنمشي معاك. انا ديك الساعه كان ساهل عليا بحال هاد التدخلات، كان ساهل عليا ندخل داك حي المسيره، كنت حافظو، كانوا الناس يحترموني وداك الشيء، وكان ساهل عليا نتصالح معاك بحال هاد خينا هذا، انه كبرت معاهم هذوك السلاقط، كبرت معاهم مع احتراماتي اصدقائي اللي هما ماشي سلاقط، نتهضر مع السلاقط اللي كنا تنواجهوهم وكنا تنحاربوهم، كبرت معاهم وعارفهم.
عارفهم، عارف داك الهاوس ديالهم، ديك الهضره ديالهم، وداك الترشيم ديالهم عارفهم. دوك اللي تيقولوا مخزز ولا تيقولوا مصرمل، انا كنت حافظهم، عارف كيفاش نتعامل معاهم، وتا هما تيحترموني. وكما قلت لكم انا راه قالوها بعض الاخوه اللي تعرفوني، كنت ديك الساعه كنت شويه غليظ بزاف على دابا، كنت شويه صحيح، كنت تندير الجيدو، كنت طايق في نفسي من ناحيه ديال الدفاع عن النفس. على اي مشيت مع ديك المراه، مشى معايا واحد البوليسي ومشينا، لان داك المارشي ماشي بعيد، مشينا على رجلينا، هي دافعه الكروسه وحنا تابعينها. وصلت لذاك خينا عندها، السلام عليكم السلام، وهاد خينا واشم هذا، كنعرفوا بديك السميه اللي تيعطيوهم، واحد السميه كانت عندهم بغيتش نذكرها دابا، كانت زعما باش ديك السميه الاشاريه ديالو. واشم هنا شي وشام ماشي ديال الماكينه غا بيدو، لكن الوشام تيوشمو في الحبس كله مخربق ما تفهموا واش بغا يقول. واشم في عنقو هنايا دار واحد هذا شي خواتم، جالس شد طاي. قلت ليه السلام عليكم، انا با خراز بخير با خراز. قلت ليه مالك مع هاد المراه هادي؟ وهاد اللي حط عليها كلبه صاحبي، حنا دابا حنا خايفين من هاد الكلب هذا، هو حاط وحده كنا بيتبول، هذا اللي بغى يدوز دابا خصو يدوز من ليه، يهرب منك انت كاع اللي ما تعرفكش. وهاد المراه صاحبي انت مضايقه هنايا، تصحاب راسك، حشوم عليك صاحبي، حيد هاد الكلب صاحبي، راه ممنوع هاد الكلب هذا، راه نديو لك هاد الكلب هذا، والله موت نديو لك، والله ما تعاود تشوفه، راه ممنوع هاد الكلب. حط وحده با خراز، انا نهضر معاك اسمح لي واعطيني وقيته با خراز، يلا هضر. واشتي هادي راه في شي شكال هاد بنادم هادي، انا تنتعامل معاه مزيان، شتي السلعه ديالها المحطوطه هنا تتنوض، هي تمشي حاشاك المرحاض ولا شي حاجه، حيت ديك المراه كانت وداك البيت ديالها ما عندها لا كوزان لا مرحاض، الله يحسن عوانو. باش بغيت نمشي للمرحاض خصها تخلي بلاصتها وتدفع الكروسه وتمشي للمرحاض اللي من اللور ديال المارشي، وتدخل داك المرحاض المارشي. تعرفوا المرحاض المراحيض كيدير عندنا ديال الاسواق في المغرب كيديرها، اللي كتب على شي واحد حتى يحتاج لها ولا يوقف عليها، وتدخل تما وتتقضي حاجتها وتترجع، زعما تما كحله وهي عندها الكروسه وعندها داكشي ما تتنوضش. قال لي المهم تنبقى اساس ليها توما، ما تخليش بنادم يقيس عليها توما وما فيها خير، ودابا تدور فيا نط هي تقول لي لا انت كلبك ما تخليش الناس يجيو عندي وتجمع الصلاك وتدير واسمع بنادمه، وانا تنفهم نهضر معاك، نهضر مع السي خراز. السي خراز دار حباسه هادي، مدوزه الحبسه بخراز على الكاليفي، والله تمدوزه على الكاليفي بالله، عندها السابقه هادي بالمعقول، شحال من سابقه عندها هادي. دابا حنا تنجوش حياه المراه ولا شنو عندها، تنهضر معاك دابا خلينا، ولكن في عقلي ديك الكلمه ديال عندها السوابق وكذا وكذا، وليت تنشوفها شوفه اخرى، وبغيت نتاكد منها واش عندها شي سوابق، وما بغيتش نتاكد منها تما، لان هذيك المراه كانت زوينه وباقي عندها دوك خطوط الزين كما تيقولوا، ديك المحاسن باينه فيها. اي مراه زوينه وكانت زوينه، واخا العمر ديالها واخا داك ولات مقعده والحاله ديالها، ولكن امارات الزين عند الزين كما تيقولوا، باقي عندها امارات الزين. هذه شي عائله كتب عليها وصافي باش تجي ذاك المكان، ماشي دواريه بحالو ولا كذا ولا هذا ولا هذا. ولكن هذه الكلمه ديال حباس داز على الكاليفي، انا شفت فيها شوفه اخرى، بحال انت تجلس مع شي واحد شي قهوه وتتحترموا وتتقدروا، شي واحد مثلا تجلس معاه وتهضر معاه شويه شويه تيجبد جوان تيبقى يصاوب جوان. انت تشوف فيه شوفه اخرى، او شي واحد تسلم عليه في الشارع راجل معقول غادي مع وليداتو تشم فيه ريحه الشراب، تتبدل عندك داخل ديك الشوفه اللي عطيتيه، تهبط شويه في الدرجه. ديك السيده هبطت منها شويه ما سمعتو هذا، وبغيت نعرف الحقيقه. المهم كي غتمشي معنا الدائره، دابا قلنا واخا. عيط لواحد خينا ادريس خويا الطويب لا والكليب، قلت لي لا دير داك الكلب الصمته، دير لي الصمته ديالو، هو دير الصمته ديالو. قال لي هو عنده حتى الكمامه، قلت لي دير لي الكمامه، هو دير الكمامه، قلت لي يلا معنا جر الكلب ديالك، غير جرو ما تخافش. بقى غادي معنا غادي وتهضر لك الهضره ديالها، بنادم حاط عليا العين، انا راه بغيت ندير عقلي، انا خرجت من الحبيسي داو ليها الصابونيه تا وليت مضروب بعامين، وخرجت ندير عقلي، خديت بنت الناس راه معايا بمحالي نخدم عليها ندير ولادي. غادي وتعاود لينا
وهي تابعنا بالكروسه. السي خراس كرس عليا وتيقول لي حنا غاديين بواحد غير حتى الكوميساريه. الكوميساريه ونعيط للمعلم، قلت لي عيط لنا هذيك المصلحه ديال يجي يديو واحد الكلب. كانوا تيجمعوا ديك الساعه الكلاب تيديوهم، ولكن قلت له ودي غيعيط لهم غيجيو عندي انا غنهضر معاهم. درنا الكلب ربطناه في واحد القنت تما خارج الكوميساريه، وربطناه في واحد القنت ودخلناه هو. تندير ليه محضر، تنقول له جاوبني على هذا المحضر. السيده جالسه برا لا صال داطون مع الناس تنهضر معاه. قال لي اخي عبد القادر هذه راه ما تعرفهاش، هذه راه بطلع حرام، هذه راه حباسه، هذه راه دخلت لواحد الدار وبغات تسرق وكذا 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 وكذا، وكان فيها الخير تبقى مع راجلها لاباس عليه السي المفضل. تعرف قال لي السي المفضل تعرفوا؟ السي المفضل شكون السي المفضل؟ وقال لي السي المفضل صاحبي راه عنده في العيد كبير تيبيع الغنم، هو اللي معروف تيبيع الغنم، وراه عنده الزرع وعنده العلف ديالو في الساحه كذا. لا هي عرفت السي المفضل. قلت له هذا اش تيجيها؟ قال لي كان الراجل هذاك. هاد الهضره تنسمع عليه هو الحياه ديك المراه وزوجها بما كانت متزوجه وداك الشيء. هذه العلاقه تاع المحضر اللي كنت نكتب ليه. المحضر اللي كنت نكتب ليه انا هو تيجاوبني على هاد المراه تقول تيسبها تيشتمها تيهددها، حط حداها كلب بيتبول كذا كذا كذا. درت ليه واحد المحضر انا تنصوب على ذاك المحضر قريب النهايه ديالو، وتيدخلوا الناس ديال المستودع البلدي، دخلوا واحد ثلاثه الناس لا سي الخراز لاباس بخير عرفتهم اش كاين. قلت لهم الله يرحم باك بغيت لكم واحد الطلبه، واش يمكن لكم ديو واحد الكلب ديو عندكم تما المستودع وانا غادي نشوفوا انا نجيب ليه اش غياكل، ولكن خليوه عندكم تنشوفوا واش غنديروا معاه، تنهضروا مع وكيل الملك ونشوفوا التعليمات اللي غنديروا معاه. قال لي واخا. خرج داك الناس تبعتهم انا، جريت واحد فيهم عنقته يوصل واحد خوت وانا جبت 50 درهم. قلت له شوف دخلنا لك بالله لما خذها مني. شرو لي داكشي داك العظام ديال الدجاج واش حاجه تشري لهم داكشي البقايا ديال الدجاج ولا ديال العظام واش حاجه خذ لي باش انا هذا الكلب هذا واخا هو حيوان في هاد لافير راه ما داخلش راه بارئ ما عض حد ما دار لحد. خدها من عندي ومشاو. قلت له اخي قلت له شوف انا عطيتهم باش يعطيو الكلب ديالك، عطيتهم 50 درهم. كنهضر معاك بالرجوله انايا ما اصحابي انا تبقى تعيق عليا، ما تعيقش عليا، خدمت معاك راجل وهذا الكلب ديالك غديه اذا انت تقديتي غديه كيما غندير في المحضر. تقول هذا الكلب ما يبقاش يبان في ذاك السوق، ما يبقاش يدور، غندير لك في المحضر ديالك هنا بشي كيدير لك هذه المراه ندخلها لك بان هذا الكلب هذا ما يبقاش يدور في المارشي، ما يبقاش يجلس حدايا كذا كذا. ثانيا باش نخرجك من هذا لافير شتي انا قدمتك مع هذه المراه للمحكمه، شتي هذه المراه تمشي انت وياها بهاد الكروسه ديالها وتتعرف تهضر وانت غتدخل داك الوشام وتقدر الخواتمه بلا بلا وبنادم كذا. هو كاين الملك غيضربك تنعس غتهبط عاوتاني في 6 شهور 7 شهور. انت نقولها لك اقسم بالله انا بلا ما نقول غنغرقك ولا ما نغرقكش انا في هذا البحث، غنقول كلامك. هي تقول كرشتي عليها هددتيها درتيها انت تتنفي غندير كلامك انت تتبع الديتاي. انا غنحن عليك دابا شي موالين الديتاي دابا نعيط على الساكا دابا ها الكارو هاو نمشيو نديو الكارو دابا الساكا يمشيو للشركه تيبغ حيت كان ديك الشركه ديك الساعه تبع دابا باقا دابا ولات الجمارك هما تيتكلفوا. كان ديك الشركه تيبغ عندها الشرطه ديال شركه تيبغ تنقدموا ليها الكارو وهما يخدموا المحكمه تيعطيو عقوبه. قلت لها غيسمروك يحسبوا لك واحد 5000 درهم ولا 6000 درهم وديو نقدموك للمحكمه. تهضر معاك راك انت بعدا مخالف القانون تتبع الكارو تصحابك الكارو زعما راه شنو مباح تبيع انت الكارو بالتسقيط، راه ممنوع الكارو بالتسقيط. وزيدها تماك اللي حط قلعه دروج ندور عليك دوك بنادمات اخويا بلا بلا والناس داخلين خارجين ديال السوق. ثاني غتحول من ديك البلاصه نقولها لك الكلب ما يبانش انت غتحول من ديك البلاصه حد ديك المراه غتحول المارشي قدو قدا شد اي باب بغيتي دبر راسك تما ما تبقاش في الدخله ديال الباب داك الباب برانسيبال الباب الرئيسي ما تبقاش فيه والله بقيت تنخرج عليك بالله. هضرت معاه بهذه اللغه ديالو هضرت معاه بهذه اللهجه هذه وبهذه الطريقه كما تنعاود لكم لا زياده ولا نقصان ان تعرف هذوك الناس كيفاش نتعامل معهم. بقى تيرغب وتيطلب بانه تيشوف الكلب من جهه نقدموه على ذاك الكلب الكارو السيده هو حباس عارف الموتيفاش فيه هو يتراجع قال لي شوف بابا بقى نعطيك كلمه الكلب ما يبقاش ولا ما نبقاش حداها
نزيدك حاجه اخرى نهضر معاك، شتي ما تبقاش حداها وتبقى دوز على قدامها تقول لها جلسي يا بنادمه وطفريه والله لا طفرتي، تعرفوا هاد الهضره هذه، راه تجي عندي وتقول لي عيرني ولا سبني ولا هددني. نقول لك حاجه اخرى، يجي شي واحد يضرب لي سكران ولا مقرقب ويضرب لي داك التومه وهرس هذاك الشيء انت تعرف القوى، تقول لها فلان شرب ما يقول له شوف عرفتي اش غدير ديك بنادمه غادي دوز هز لما كاع ديك التومه ورميها عليها كذا كذا كذا، وتجي انت تقول لي وانا ما كنتش بعدا كاع انا كنت في دارنا. راه انت اللي غتصيفطو، حيت انا غنوصل لك حين غنشدو وغنجيبو وعندي الطريقه باش اعترف لي بانك انت صيفطتي لها. انا كاع داك الخطوط الطريق اللي غدوز منها راه ما غدوزش معايا. داكشي اللي كان خبرنا السيد وكيل الملك، دينا مساج درت قال لي بون صيفط لي هذيك احاله صيفطها ليا ديك المسطره غتصوب هذا وخليه تحت المراقبه. لا شتي هذاك الشيء اللي درتي معاه، حيت انا تنقول له كل شيء لان كان واحد النائب صديق ديالي وتنحترمه رئيس ديالي، وكنت نعاود ليه كل شيء وكان عنده ثقه فيا. ومن عاودت ليه داك الشيء قال لي شوف خليه تحت المراقبه ديالك، الوقت اللي بان لك عاوتاني ضاربيها اتاكيه وقدموا لي. قلت عليه حتى هضرت مع وكيل السيد وكيل الملك قال لي عينك عليه ولا حاجه قدموا لي باش ما تفاجئش. سير الله يعاونك. سنا لي المحضر مشى خرجت انا قلت يبوس لي راسها الوالده تيبوس لي راسها وانا كذا خليت واحد الوسيله يقول لي صافي خرجنا قلت الوسيله جي خليه يهضروا بجوج يبردوا قلبهم. وانا قلت لها جا المرات ساليتي خرجي الكروسه ديالك انا هو خرج انا اخرين داو الكلب خرج انا قلت يلاه هضر مع راد براس معاه وخليتهم واش شويه هو يدخل عندي قال لي الساعه راه تصالحت معاه. قلت له صافي دابا ندير لكم الصلح سير دفع بها الكروسه عاونا وشتو انا مستجم غادي يدفع بها الكروسه يرجع للمارشي صافي ديال العافيه طفات. ولكن شكون هي هاد المراه هادي؟ هادشي اللي بغيت نجبد معاكم دابا انايا. شكون هي هاد المراه؟ انا سمعت بانها مرت السي المفضل. السي المفضل تعرفو تعرفني وصديقي السي المفضل، وتندوز نسلم عليه وتسلم عليا وكنت انا مربي شي فريخات في الدار. واحد الوقت كنت مربي شي موقنين شي 4 وكنت ندوز عنده كل مره تيقول تندوز من تما الطريق تدوز لي تنقول راه ليا شي تعطيني واحد الميكا فيها داك الماكله ديالك موقنين وتيخلط لي داك الشيء تيبيع. هو عنده شي 4 الحوان ديال خدامين مع الخدامه ديال تيبيع الزرع تيبيع الشعير تيبيع الحماص تيبيع الفول تيبيع داك. والناس نعرفوا بانه انا شريت من عنده شي 2 مرات الحولي ديال العيد. هو عنده واحد شبه فيرما في الخرجه ديال المدينه، فيرما ولكن نقولوا جرده كبيره وداير فيها الكواره الكوري ديال الاسطبل ديال الخيل هذه داير فيها المهم ديال الكواره ديال الغنم والبقر وداك الشيء. تنعرف لي بانه تيدفع البقري للقرنه. هذا عارف عليه انا. اي رجل تيجيب البقر وتيسمنهم عنده تما وتيدفعهم للقرنه كالحم تدفعهم. اما الغنم تيخليها تيدوز في التيج. والمنتج الكبير عنده واحد الكم هائل الله يعاونو ديال الحواله، واحد 700 و 800 راس ديال الحولي. الناس كلهم تيمشيو عنده ديال المدينه. حتى حنا كنا بوليس تمشيو عنده. على تا بوليس كان تيرفق معنا شويه وتيحترمنا، وانا من الناس اللي كنت تيرفق معاهم تيحترمهم. عندي علاقه به وتيسلم عليا وكان ديما تنسلم عليه من الحنك للحنك لان انا وياه مشات العاده هكا. اذا انا درت بغيت نعرف ديك المراه وبغيت نعرف السي المفضل واش بصح هو كرجاء ولا كذا ولا كذا ولا كذا. مشيت واحد الناس عنده قلت عنده ما بقاتش 5 د العشيه. كنت مسالي شويه السي المفضل لاباس بخير صحه لاباس كذا 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 ويجرني. هو يقول له واحد الدري اسي جيب لنا قهوه جيب لنا شنو بغيت تشرب. وانا جاتني مزيانه نيت انا بغيت نجلس معاه. اختي جيب لنا اتاي غير شفت انا اتاي يقول يعطيك براد كبير ديال اتاي ياك بخير السي خراز لاباس جلس هنية هذا. قلت لي السي المفضل الله يرحم باك بغيت نهضر معاك واسمح لي بغيت ندخل لك في شي حاجه من حياتك ولكن هذا الشيء غير بيني وبينك السي المفضل. قلت لي واحد السيده عندها واحد الكروسه سميتها عطيت سميتها حدا واحد المارشي تتبيع التومه وكذا وكذا. السيد انا دخلت في الموضوع وقال لي دارها
قاعد السيد قال لا اله الا الله محمد رسول الله. بقى تابعني هاد المسخوطه، كي ما تابعكش ما ذكراتكش ما قالت سميتك، ولكن واحد اللي مخاصم معاه قال لي هادي راه مرض المفضل. وانا بديت تفاجات تكون مرتك في ذاك البلاصه، وتفاجات كذا وكذا. وقال لي يا سي عبد القادر واش نعاود قصتها؟ قلت له هي عاودها ليا. اش عاود ليا؟ هاد البنت هادي كانت مع دارهم، قرات حتى وصلت للثانوي وخرجت، وجلست مع دارهم في واحد الدار فيها اب ثلاثه البنات في الدار هذه. البنت الاولى الكبيره مشات للخارج، مشات لايطاليا. الثانيه تزوجت واحد رجل بطافئ بالرتبه، عنده كراد وداها الاسفي. هي بقات في الدار. هاد الحاج مفضل كان باقي شويه شاب وهذا، وكان تزوج واحد البنت امراه، تزوجها وما ولدتش معاه. ولما مشات يشوف مع الطبيب ومع كذا لقى هي اللي ما تتولد شيء، طلقها وتزوج هاد البنت هادي تجيهم من العائله وقريبه لهم وشافها وعجباتو تزوج بها. جاب هاد البنت وجابها لدارها، جابها من واحد الدار ديال واحد الحي ديال الناس بسطاء بحالنا، الناس ما عندهمش فقراء، جابها الفيلا. هو عنده فيلا، جابها لواحد الفيلا كبيره. كان واحد الحي عاد تبنى عندنا في المدينه حي خاص بالفيلات، حتى هو بنى تما واحد الفيلا، وكان ديك البنت عايشه معاه تما ودار لها خدامه ديالها. وعنده واحد الراجل شيباني حسب الهضره ديالو، قال لي هو اللي تيسخر لي انا في الفيرما، تيتسخر باش يجيب عنده بيكوب تيسلعه من هنا لهنا، داك الزرع ودوك القطنيات وداك الشيء هنا لهنا، وكان تيصيفطها لعندها يتسخر. الا بغات شي حاجه تتعيط ليه بالتليفون فيكس ديك الساعه، جيب لي هذا، قول لي جيب لي هذا، قول لي ديني هنا، قول لي ديني هنا، تسخر لها. هاد البنت هادي عندها اختها في ايطاليا. هاد البنت ولدت مع حملات وولدت، ولكن ولدت واحد البنيه معاقه. ما نقولش حنا النوع ديال الاعاقه ديالها باش ما نمسوش بها، ما نقولش الاسم ديال الاعاقه، لان هاد الاعاقه هادي عند بزاف ديال الاطفال تيتزادوا هكاك، ولكن ما بغيناش شي واحد يكون عنده ولده تزاد في هاد الاعاقه وتيقولوا السي خراج تيجبد لنا ولادنا وسماها اعاقه وكذا كذا، اعاقه وما نسميهاش هيك. زاد ديك البنيه، وديك البنيه دازت عامين وتاكد لهم الاعاقه ديالها، ولكن هو قبل البنيه وعزيزه عليه لان ولدها وتامها عزيزه عليها وكذا وكذا وكذا. هذيك اختها في ايطاليا واحد النهار قالت لي اجي نتو البنت عندي هنايا، اجي نتو البنت ويشوفوا اطباء ويديروها، هنا عندهم الطب صحيح، هنا عندهم. نفضل قال لي بون انا مشيت للعمره وجيت وما درتش معايا، ما انت عندك البنت دابا سيري عند اختك. صاب لها الفيزا لانه كان كل شيء موجود، وصاب ودات البنيه ومشات عند اختها. بقات عند اختها 3 شهور، هي عند اختها في ايطاليا، وديك البنات تيديوها التحاليل، تيديوها كذا، تيديوها هذه، من بعد رجعات وقالت المفضل راه كاينه واحد المدرسه تما، هاد الدراري الا داروا تما 5 سنين في ديك المدرسه راه تيخرجوا مزيان، تيولوا لاباس، تيديرهم. قالت لي انا بغيت نمشي عند اختي ونبقى نمشي ونجي وندير بنتي تما ونبقى نمشي ونجي. هو ظن نفضل نمشي ونجي، هي غتمشي واحد السيمانه وترجع، وغتمشي واحد 10 ايام وترجع، وغتمشي واحد 20 يوم وترجع، وبنتها غتبقى عند اختها. هو قال لي انا اختك غنعاونها ماديا، بقيت دير لها الفلوس باش تقابلوا البنت وهذا. بقات فعلا تتمشي عند اختها وتترجع، تتمشي وتترجع، وتدي فلوس حتى لاختها باش تعاون معها، واخا اختها حسب بحث ما كانش محتاج عليها. ولكن واحد الوقت تقول ليه نفضل نمشيو نعيشوا برا، نمشيو نعيشوا في الطاليان. الطاليان في ذاك الوقت في الثمانينات، طاليان في بدايه الثمانينات كانت طاليان، اليوم ولات طاليان اخرى. فرنسا كانت في شكل ولا دابا في شكل، جميع الدول، لانه
من الناحيه الاقتصاديه دول اوروبا عرفت واحد التراجع، ما بقاتش هي، ولكن ذاك الوقت كانت جنه لبعض الناس اللي بغاو يخرجوا لبرا، كانت كجنه، والناس اللي كانوا هنا تيسمعوا لها تيشوفوها بان هي بلاد الاحلام وكذا وكذا وكذا. هيواد قالت لي نعيشوا تما، قال لا ما يمكنش نعيش تما، واش تما عندي هذه هنا عندي فيرما فيها البهايم، واش تما عندي الزرع وعندي كذا كذا، اش تديري؟ تقولي لا نبيعوا كل شيء ونمشيو تما وهذا 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 وهذا. بقات تنوض مع الصداع، دابست معاه وصلت للطلاق وطلقت، ومشات قصت مع اختها اللي مجوجها داك الرجل المطافئ، مع احتراماتي رجال المطافئ، اختها اللي مجوجها وصافي. مشات جلست معها وبقاو بين الشد والرد. العائلات الداخل مرات تيجيو عندهم نهار الشيطان تيمشيو عندها هي نهار الشيطان. البنت دخلت في هذا في الهضره، خدتها اللي في ايطاليا تتعيط على الحاج، تتصل به كما قال ديما تقول ليه وماكم ما تجيو هنايا، راه كاين فلاحه، انا بغيت ندير الفلاحه، وراه كاين كذا كذا، ودير البهايم هنايا، ومالكم ما تجيو هنايا، ومالكم ما تجيو هنايا. اختها مساعداها على خلينا نضربوها. والسيده صافي ولات تشوف تما. هذاك الراجل اختها ذاك الرجل المطافي عنده واحد السيد خدام في واحد المعمل ديال الضو، حنا تنقول هنا في هذه المدينه معمل الطاليان. هذا المعمل ديال الضو كان واحد المعمل كبير، صابوه ايطاليين، جابوا شركه ايطاليه صوبته، وتخدموا في ايطاليين بزاف، تخدموا في الطاليان. وهذاك راجل اخوه خدام في ديك الشركه ديال الطاليان. ساق الخبر هذا العصير هذه، ساق الخبر هذا الصداع اللي نايض، عرفها بان جالسه مع اختها تيجي عند بواجه عندها، وقال لها زاد طينا بالله كما زاد فيها عويفيه العافيه في المزمر، وقال لها انا نشوف شي طالياني من هادو اللي معنا هنا اغلبيه زوافريه، هو قال لك الوريقات ديالك ويصوب له كل شيء، لا بغيتي تعيشي تما في الطاليان. انت دابا مطلقه، هي مطلقات مع الحاج مؤقتا اتيت بروفيزوار، بحال غضبانه، واخا وقع طلاق هي ديما بحال غضبانه، لان معها الدريه تيجي ديها باها معاه، تيبغيها تدي 4 ايام 5 ايام تجي ديها من عنده، ما كاينش مشكل بيناتهم ديال الدريه. ولكن هو تيعطيها، تعطي لبنتك، هو كما قال كانت تتمنى ان الشيطان ترجع في حالتها وترجع لدارها. هي ما عرفتش دارت اختها تما، ما عرفتش شنو وراتها اختها انت ولات المراه الداريه في الطاليان. هذاك خرج اختها اللي قلت لكم فعلا قام بالمهمه اللي كلفته بها، هي يعني رفع لها الطلياني، جاب لهم واحد الطانيه حتى للدار عند دار اختها وجابهم. بالنسبه للرجل المطافئ ذاك البومبي، بالنسبه لها ما بغاش يدخل هو في الشؤون بزاف، لانه حسب البحث اللي درت هو تيقول خواتات بعضياتهم هي طلقت، الا بغات تمشي للطاليان الله يعاونها طلقت صافي ما فضات. هذاك الاخر هذاك جاب الطالياني تعرف عليها، قال لها الطالياني انا نديك البنت زوينه. ذاك الوقت كما قلت لكم في بدايه الحلقه بانها كانت زوينه، البنت زوينه. وعجبت ذاك الطالياني، وذاك الطالياني قال له انا غندير لك الكاريط وغنديك تما وكذا وطاطا، ولا بغيتي دير البنيه ديها معاك، لا بغى يخليها، ولا مشات تما راه غتقرا وغداوى وكذا كذا كذا. طالياني خدام في معمل الطاليان، طالياني زوفري، الله المناسبه على الضالين امين. صار معها دار علاقه بها، الاخر تيساعدها، داك الاخر تيساعدها، ولا تيديروا خرجات هو وياها، ولا تيجلس. هذاك خو رجل السيده المعنيه بالامر فين ساكن بوحدو زوفري، وديك الدار فين ساكن تيجيب لها داك الطالياني، وكان تيجيب لها شي وحدين خدامين معاه تما ديال بريتش، هو باش يساعد الطالياني ويساعدها هي حتى هي كانت تدور معاه، ويساعد الطالياني اللي هو كان الشاف ديالو نقولوا في الخدمه وداك الشيء، مكنوه من داك البيت ديالو، ولات هي تمشي مع الطالياني لذاك البيت. تدير مع موعد تيجي يرزب الطوموبيل داك الطالياني، وديك الشركه كانت كاتبين فيها واحد الدواره وكاتبين فيها اسم الخدمه، داك المعمل ديال الدور تيصوبوا، وتيجي تيهزها وتيديها من داك بريتش ديال ديك الخينه، داك السكنه ديال ديك الخينه تيدخلها تما، ولا تيمشي مره تما، ديما تيمشيو تما. واحد النهار هذاك الخينه قال لها
جا عندها قال لها انا راه غادي عندي شي شغل غنمشي نخدم، هاكي هاد الساروت ديال الدار وسيري. ولا هو ديال الوسيط، ولات عنده القواده، الا بغينا نقولوا عزكم الله. قال لها هاكي راه وصاني، قال لي عطيها الساروت ولا تسناني تما، راه غادي يجي هو. بحال عطاها الساروت مع الربعه، قال لها راه مع السته غيجي او مع الجوج غيجي مع الربعه. قال لها هاكي سيري تما تسنيه. هي بمؤازره ديال اختها، بمؤازره ديال هذاك، بمؤازره ديال الطالياني غيديها للطاليان وكذا وكذا، وتمشي مع داك الطالياني. جا عادي عطاها الساروت مشات. لما مشات هي للدار حلات ودخلات، واحد الوقت تسمع الباب تيتحل، ظنت بانه طالياني. شكون اللي دخل؟ هذاك خرج لاختها، دخل عندها وقال لها انا تنبغيك وانا تعجبيني وانا كذا وانا كذا. ما بغات شيء، نوضت مع الصداع والغوات وداك الشيء، ما تدافع على كرامتها، هي بقات عندها لا كرامه لا والو، دابست معاه وغوتت معاه وكذا وكذا. هنا هاد الفقره هذه، هاد الطرف هذا تهضر عليه دابا، هاد الطرف قالوا لي سي نفضل غير كمجاز، قالوا لي غير واحد النهار بغا يتكرفس عليها وداها تما ودابست معاه وكذا، لا. ولكن هي رجعت لعندها واحد المره قبل ما ندير هذا، قبل ما يكون انا باقي في البوليس ديك الساعه، ورجعت عندها وقلت لها وجلست حداها ودرت واحد الصندوق وجلست حداها على حسب الهضره اللي قال لي كلها مفضل. قلت لها بغيت نسولك واحد السؤال، انا عرفت قصتك عرفتها كامله وانا حميتك انت دابا مزيان هنايا، قالت لي الله يكثر خيرك السي خلاص، وانا ما تكذبيش عليا، انا عرفت اش وقع لك مع المفضل. مشيت سولت مزيان. حاجه اللي بغيت نقول لك، هذاك خرج لاختك شو قال لك معاه؟ قالت لي انا ذاك الطالياني كان غيديني وبغى يتزوج بيا، وكنت نمشي معاه البيت ديال ذاك المسخوط. واحد ذاك المسخوط جا عندي قال لي راه الطالياني بغاك هكا الساروت تسبقيه، ومشيت تما دخل عليا وقال لي انا بغيت كذا وبغيت كذا وهذا. قلت لي لا انا ماشي صرفت الدخله، انا السيد ديالها معاه هو اللي غيديني وغيتزوج بيا وكذا وكذا. قالت لي دابا عاود شدي الثانويه، اعطيني عطيك بقيت نغوت. هو خرجني وسد الباب صافي، وتجمعوا الناس وداك الشيء وهذا وهذا وهذا، وجاو البوليس وقفوا قال لي اش كاين اش كاين دقوا ورقه وخرج ما لقاوش، وقال لي اجي للكوميساريه. من جيت عند قالت لي اختي ما نمشي للكوميساريه لا والو، ما مشيتش للكوميساريه، هو ما مشاش وانا ما مشيتش، ما بقيتش نتلاقى انا والطاليان تما عنده، قلت لي ما نتلاقاوش عنده تماما. ايوا صافي، وبقى تيغرقني مع الطالياني، تتفارق معايا الطالياني. اذا كما قلت لكم الوقت اللي هذاك بغى ابي زيدال بغى يتكرس عليها وما وصل شيء، شراها لها مع الطالياني، وقال الطالياني راه مشاو عند البوليس وداروا بينا بلانت، وداروا بيك بلانت بيا انا وياه، بلا ما تبقى تجيبها عندي انا، راه داروا شكايه عند هذا الطالياني باش يعرف نهضر منها وهضر معها ما تصاطحش مع ذاك الوقت ديال الغوات. الطالياني صل راسو اللور خاز اللور مشى الطالياني. ولكن وقع حاجه اخرى اخطر من هذا الشيء هذا. الحاج نفضل وكما قال لي هو، قال لك واحد النهار انا دخلت للخدمه مع الخدامه مع كذا كذا، تلقى واحد البرا بحال هذه محطوطه فوق البيرو ديالي، لقى برا محطوطه فوق البيرو ديالو. حل ديك البرا وقراها، لقى فيها شي 4 تصاور، واحد كاتب الحاج نفضل نطرج مزيان ولا كذا، ولكن هذيك المراه عندك واحد السرقوطه ما مربياش وكذا كذا، راه تمشي مع واحد طالياني وغيدير الطاليان تمشي مع الدار وعندهم واحد البريس يمشيو ليه كذا وكذا وكذا وكذا. هذه التصاور، ودير واحد التصاور هي نازله من الطوموبيل غتدخل هي والطالياني لديك الدار، تتهضر هي والطالياني في الزنقه. شي تصاور اللي خداهم هو اللي خداهم هو داك النسيب، هو داك الراجل خو اللي قلت لكم الاخ ديال الراجل ديال اختها، هو اللي مصورهم، هو اللي داير داك الشيء، لانه حتى مفضل قال لي غيكون هو شكون غيكون، ومصورها تهضر مع الطالياني، تصورها واقفه معاه، تصورها ما نازله معاه من الطوموبيل، تصور عاديين ولكن تيأكدوا التصور بان عندها علاقه بالطالياني. هنا الحاج مفضل فضها ملي غادي يردها ترجع مره اخرى ولا كذا ولا كذا. بل حاج فضل هز دوك التصاور ومشى لعند دارهم ودخل عندهم وقال لهم فينا هي، عيطوا عليها واتصلوا بها وجات هذه عند دار اختها، قال لهم وجدوها لي انا بغيت نهضر معاها. هما ظنوا بان غردها، لكن من جات قال لها التصاور مع الطالياني ومع كذا ومع كذا. دابا فضينا، انا نقول حاجه اخرى، اما بنتي ناخذها عندي، اما تمشي عند وكيل الملك، مشي عند قاضي،
ها هي تصورها مكتبه وما كل شيء، والبوليس يبحثوا شكون اللي صور هذا الشيء هذا. انت عندك علاقه بالطلياني، بنتي تعطيها لي، بقاش تجي لبنتي، بقاش تقولي لي ندي البنت. صافي شنو غنفضحك؟ تيقول حاج نفضل انا ما بغيتش فضيحه، تيقول ما بغيتش نمشي، وانا علاش نمشي عند البوليس؟ الا ما بغيتش نمشي عند البوليس، ما بغيتش نمشي للمحكمه، ما بغيتش نمشي عند القاضي، ما بغيتش السي خراز، قيمتي تسمع في هذه المدينه هذه، انا بغيت ديك المصيبه تبقى مخبيه، الله يعطيها العذاب. صافي وفعلا هي خافت ودارهم حضروها من هنا لهنا، وعندك ما عندك، قالت لي ما بقاش نجي نقول لك البنت. هو شد البنت الحاج فضل وداها لاختو في العروبيه، داها لاختو كما تقولوا لاباس عليها، قال له البنت تبقى هنايا، انا غتقرا هنايا، تقرا في المسجد ولا قريبه في المدرسه ولا كذا وكذا، ولا قاد بنتي. وتيقول هو انا كنت كل يوم يومين نمشي عند بنتي وديما نجيب بنتي وبقيت، ولكن هي قطع عليها هذيك البنت. هي بقات لا هي بالمفضل ولا هي بالطاليان ولا هي حتى بشي حاجه. المشكل ديال اختها اللي في ايطاليا اللي ربما داتها وبينت لها بان الطاليان راه جنه، بان الطاليان جنه، وبان كاين رجال احسن من مفضل. مفضل كان كبير شويه في العمر، هي كانت باقا برهوشه، باقا راسها خفيف، وشافت بانه المفضل ولد ديك البنت ولدو ديك البنت معاقه. قالت لي هي، قالت لي انا السي خلاص، حيت عاودت لي عاوتاني انا هذا الشيء اللي خديت مع نفضل، قلت لها عاودي لي مزيان انت. قالت لي انا الصراحه انا مشت ولد ديك البنت، قالوا لي الناس الا ولدت هذه البنيه معوقه كاع الدراري غيزيدوا عندكم يزيدوا معوقين. هذا غلط كبير، هذا غلط كبير. زعما زاد واحد الدري معوق خوتو غيزادوا معوقين، شي حد قال لها هذه الفكره اللي خدتها في راسها. ثانيا شافت الدراري صغار في الطاليان وشافت شي حاجه وشافت شي حاجه وبروش هذا الخلا، ما بقاتش تشوف لا في الفيلا لا مفضل لا في والو، بغات تخرج داك الطاليان. شافته هو لان اوروبا كيما تمشيو حنا سياح، سواح مثلا سائح، انت تمشي تتعجبك تبقى تشوف تقول واه تتعجبك في الضربه الاولى. هي شافت غير داك المنظر الزوين النهار الاول، مشى ليها كل شيء، ما بقى عندها حتى شي حاجه. قال جالسه دارهم ولا تيدوروا فيها، دارهم ولا تيدوروا فيها، صافي تيدوروا فيها. اختها ديال الطاليان قطعت معها الحس، اختها ديال اللي في اسفي ما تهضرش معاها، بقات جالسه مع والديها. غدا جايه واحد السيده دخلتها لواحد الروض، عندها واحد الروض، واحد البنت عندها روض في دارهم، عندها دارهم لتحت كاين الروض والفوق السكنه. هذيك البنت كانت غير هي امها، واحد البنت ما مزوجاش ولكن دايره ذاك الروض، وحنست عليها وجابتها وقالت لها خدمي معايا في الروض، ولات تخدم معاها في الروض. من بعد عطاتها واحد البيت لتحت في السفلي، قالت لها شوفي داركم ديما المشاكل انت عندك معاهم وهذا 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 وخواتها تكنكروك وما بقى حتى يديها فيك. قالت لها شوفي غطي راسك وغطي كذا، دار شويه الحجاب وكذا زعما باش تبان. قالت لها انت في هذا البيت سكنت في واحد البيت بقات خدامه. هذيك البنت مولات الروض كان عندها واحد ديفو فيها، كانت تبغي الذهب بزاف، كانت تبغي الذهب بزاف حسب ما قالت لي هي، ما عاودت لي هي كيفاش تطحت محاولة السرقة. قالت لي كان الذهب عقلها، وكانت لي صورته ديال الذهب، اي مناسبة تخرج بالذهب في عنقها وفي هذا ما مجوجة شيء، ولكن عطاتها الذهوبات من ذاك الروض، الفلوس تصور ذاك الروض، وعندها ما عندها تقاعد تشد تقاعد امها كما قالت. وديك البنت حسب المسطره اللي جبتها لي واحد الاخ، تنشكرك السي بن حمزه، جبد لي مسكين هذه المسطره وراها لي ديالها ديال شنو وقع. هذه المسطره ما قلت لها حتى دابا حتى اخيرا حتى واحد الاخوان ذكروني في الحادثه وديك السيده وديك الشيء شنو وقع لها، وذكروني وفكروني بانني انا اللي خدمت ديك لافير وتفكرتها. ولكن تمشيو عند الاخوان ما تيبخلوش علينا. وواحد سيد قال ودي شوف واحد المسطره، شوف من هذا العام في التاريخ، هذا التاريخ تقريبا 82 83 هكا، واستطاع بالسميه والكنيه جبدها ليا وشد ديك المسطره وقريت ديك المسطره ديالها شنو وقع. لما سكنت لذاك البيت لتحت بقات ساكنه، بقات الطريان في راسها، وبقات هي تتسول كما تقول، هي تتقلب على اللي يديها للطاليان. ديك الساعه بدات هذه الهجمه ديال الحريق ما الحريق تيحرق 2 مليون، حرقوا ب3 المليون، الله نشا كذا 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 كذا. ذاك المرض الوباء اللي جانا في الثمانينات ديال برا. لما هذا خسر الفلوس طاحت عليه واحد الفكره، اتصلت مع واحد خينا قال لها بانه قد يحرقها لبرا.
انه ولات حره، ولات ناعسه تما عند البنت في الروض، ولات تخرج وتجي وتهضر وتتكلم وتسول وتسقسي والشارع وكذا. عرفوا على واحد خينا حراق، مشات عنده تقول هي انه عرفوني على واحد الحراق هو اللي خرج عليا. ذاك الحراق دار معها قال لها تعطيني 3 المليون تلقاك في الطاليان ماشي شغلك. هي خصها 3 المليون ما عندهاش وما عندهاش منين غتجيبها، ولكن عندها الذهب ديال السيده. انت تشوف المعلمه ديالها الذهب ديما عندها الذهب في يديها. المعلمه ديالها ساكنه الفوق. واحد النهار عولات عليها كما تيقولوا ودارت مع داك خينا، قالت لي انا غنجيب شي ذهب ديالي وديال الوالده بغات تعطيه ليا، ولكن عافاك الا كنتي غديني لطنجه نمشيو لطنجه ونبيعوه ونعطيك فلوسك. شوف المخ كي داير، نمشيو لطنجه ونبيعوه، اي غتمشي معاه هاز الذهب وغادي تبيعو في طنجه وغتخلصوا وغتكملي الطريق. هذا خصو يكون شي نبي ولا شي صالح اللي يخدم مع هاد الفكره هذه غادا بدابها. انا سولت هذا السؤال على الذهب وجاوبتني، وقلت لها انت دابا تخمم وكان يديك بداك الذهب ياخذك في الطريق ولا ياخذوك الصحه كاع وسوسك ولا. قالت لي واه العقل ديال الدروشات ما كنتش نخمم. طلعت للدار الفوق عندك السيده وما خارجين، ما كاين لا هي لا امها، وهرست الباب، طردت الباب وحلات الماريو ديال دوك الناس وبقات تقلب لقات الذهب، وجمعات داك الذهب كامل ولابسه هي جلابه وتحزمات به، تحزمات داك الذهب وهي خدامه تتوجد راسها ويسمع الباب تحل ديال التحت، كان الباب ديال الحديد. هي قالت لي باش يدخلوا عندي خصهم 2 بيبان يحلوا الباب الحديد ويطلعوا مع الدرج يعاودوا يحلوا الباب ديالهم. قالت لي مشتهم انايا هكاك ما لقيت كي ندير وحلت انا كنت نقول نمشي الصفار وصافي. اش درت؟ خرجت من السرجم وتعلقت، بقات في السرجم وبقات جالسه في السرجم معلقه، وتحت منها واحد السطح ديال الدار اللي حداهم دون بلديه من الاخير، حداهم واحد السطح، هي داك السطح عالي تقريبا بواحد 5 متر، وبقات معلقه تما وهكاك. وخافت كما تقول هي المسؤولتها، لان قال لي نفضل، قال لي مشات سرقات ودارت وداك المجرم قال لي راه كانت ديال الكارثه والتسلق. هي قالت لها شرحي لي ديك السرقه ديالك الله يعطيك الصحه كيفاش وقع. قالت لي انا بقيت معلقه ويدي حياو وسمعتهم تيغوتوا لداخل، امي تسرقنا. قالت لي طلقت طاحت تحت الارض، ترس من ظهرها، هرسه خايبه من ظهرها وبقات مجببه تما وتغمى عليها. تقول هي انا فقط قطاسي في السبيطار، دير لي السيروم، دير لي داكشي هذا، دير لي واحد الشبكه على رجليا هذا. قالت لي فقط، قالوا لي راه يومين وانت غايبه، اي يومين من طاحت ديك الطيحه وترس من ظهرها غابت يمكن راسها ضرب الارض، يومين هي غايبه. وبقيت تما في السبيطار حدايا بوليسي، ديما حدايا بوليسي. قالت لي وهزوني داوني السويسي، وفي السويسي درت عمليه معايا البوليس تيما عساس عليا البوليس ديال الحضاريه. بقات تما انا تنعاود لكم داكشي اللي جمعته منها ومن فضل ومن قينه ومن السيده ولات الروض اللي حتى اخر عاد تلاقيت بها تبغي نصاوب هذا الشيء هذا، ولا تعجبني نتعمق في البحث كما كنت تعجبني نتصل بالناس على واحد الجريمه تنسمعهم عندهم علاقه بها، اللي تعطيني اللي تيقول لي ونسى داك الشيء خلاص ما خصنيش نعاودو، ما تعاودوا شيء، ولكن تنبحث. السيده تقول بولات الروض راه كانت غادا ليا حتى ب 15 مليون ديال الذهب، حفظني الله 15 مليون ديال الذهب كانت غادا ليا به. وهاد السيده راه بوليداتها الله يخليها وليداتها راه مزوجه دابا الحمد لله. جاوبتني على سؤال واحد لما سولتها وعرفتني شنو بغيت وبغيت نعاود هاد القصه، وقالت لي كانت غدير لي 15 مليون ديال الذهب وربي خلصها. وطلعت في السطح وجاو البوليس ولقاوها بداك الذهب، هزها معاها داوها ونعست هذاك السبيطار ديال المدينه وداوها للسبيطار السويسي، وبقات في السبيطار السويسي حتى ولاو تيجيبوها بالكروسه قدام وكيل الملك. جابوها 3 المرات عند وكيل الملك وعند قاضي التحقيق، وانتهى الامر بها باش حكموا لها ب 6 شهور ديال الحبس. 6 شهور ديال الحبس دوزتها في الحبس في داك الكرسي ديالها في قاعه التمريض او البلاصه المخصصه كهذاك الديسبونسي، هذاك المستشفى ديال داخل الحبس، البلاصه ديال المرضى دوزتها تما مع العيالات. تيهبطوها بالسجونات يدخلوها المرحاض وعاودوا يطلعوها، يدخلوها المرحاض يعاودوا يطلعوها، بعض المرات تيهزوها من السجن تيديوها للسبيطار تاخذ علاجات عاوتاني اللي خاصها وترجع. ودوزت الشهور ديالها وخرجت وما لقات فين تخرج، وخرجت وما لقات فين تمشي، ما بقى عندها فين تمشي، ما بقى عندها ما دير.
بقات تتكحفر كما تيقولوا من هنا لهنا. مره خلوها دار تبات عندها شي ايام وتخرج، مره صاحبتها، مره مشات لعند العجزه جلست معاهم شي ايام تما ديال العجزه ديال هذاك الكرسي ديالها عند العجزه. ومن بعد من هنا دبرات على ذاك البويت اللي كان ديال العساس في المارشي، ودارت قدامه تتصاوب داك كيما شفت انايا دوك اللي قالت ديال الصابون، وديك الاخرى ديال الصابون تيصبنوا، والثومه تيعطيها لهذاك السيد. بقات هكاك، فكيتها من داك السيد، فكيتها وما عاودش اتصلت بها انايا حتى حيات عندي ديك القصه ديالها، حيات عندي مع الاخوان اللي تيهضروا تيفكروني. ومشيت لديك البلاصه لان بعيد عليا شويه، ومشيت نشوف ديك السيده كيفاش بقات هذه السنوات، كيفاش دارت. وتنشوف ديك المسطره ديالها اللي مؤرخه في الثمانينات، وانا كنت عارفها تما، ولكن والله العظيم ما تمشي تما. الا مشيت بعض المرات تمشي قليل فاش تمشي تما، وتندوز يمكن شي دوزه خاطفه ما تعطاش اهميه. ولكن ما بغيت ندير هذه القصه هذه. اخر ناس بحثت معاهم، بحثت معاها لا هي بحثت معاها في الاول وسط ديك الساعه اللي بغيت نعرف الحقيقه ديال القضيه. في الاول بحثت مع راجل سي نفضل اللي عطاني عليها المعلومات، اللي قال لي داك الشمكار داك مول الديتاي اللي قال لي راه شفاره وكذا وكذا وقعد مجوجه نفضل. رجعت لها هي وانا ديك الساعه الدائره اللي حدا المارشي كنت في الدائره، رجعت وجلست فيها كما قلت لكم واحد النهار، بقيت نقول لها وكيفاش كنتي غتسرقي وكيفاش كنتي غديري وكذا 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 وكذا. وانا كنت مريض بالبحث وبتعميق البحث بزاف في القضايا، وانا شفت البحث معها بحث بغيت نسول واش بصح هي دخلت سرقات ولا كذا، وعاودت لي. ولكن اخيرا تلاقيت مع السيده ديال الروض، عرفت الروض وتلاقيت لقيتها هي ديك البنت تزوجات ولقاتني سلمت عليا ورحبت بيا وقالت لي ها شنو كيفاش دخلت عندنا وكيفاش اكدت لينا الهضره اللي قالت هذيك. واكدت لي غير هي زادتني بان كانت 15 مليون ديال الذهب وناخذها الذهب ديالها. وحنا تقدمت مع المحكمه، قالت لي وقفنا معها شي 3 الجلسات تعيطوا عليا حتى حكموا لها ب6 شهور وبقات تما. ولكن من درت هذه الحلقه وعودت نديرها في هذا الاسبوع هذا، انتقلت للمارشي. قلت والله تمشي عندها شركه بقات حالتها، ومشيت عندها تما ولقيت واحد السيد حط القزبور والمعدنوس وداك الشيء، ودار واحد الطابله كبيره، وداك البيت مسدود. ما عرفتش داك البيت مسدود واش هو سادو ولا كذا ولا كذا. قال لي راه مال المارشي هما اللي سادينو. قلت له المراه اللي كانت هنايا، قال لي انا امراه. قلت له المراه كانت تبيع الثومه وكذا. لي ماتت هذيك السي خلاص، قال لي ماتت هذه شي 6 سنين ولا مسكينه، ماتت في هذا البيت هذا، ماتت شي 6 سنين. قال لي هذاك الراجل، قلت له هذا البيت هذا ديالها، قال لي سادين هما ديال المارشي. النهار اللي ماتت حيدوا حوايجهم يسدوا هما ديال المارشي، سادينو. قال لك حتى ما عرفت او شي اساس يديروه ولا ما عرفت. تيجي واحد الاساس في الليل هنايا، تيجي بيكالتو ساكنه هنا قريب كاع ما تيعمروا. وانا درت قدامه هذا القزبور والمعدنوس وهذا الشيء وهذا. مات هاد السيده هادي. شتي شنو استفدنا من هذه القضيه؟ شتي بالفيلا بالدار بالخدام بكذا زياره مشات فيها لايطاليا عند اختها، تبدلت المراه ولات مراه اخرى، ولا تشوف هي عطاها الله الجنه هنا في الارض مع راجل سي مفضل ورجل مفضل نيت. كان رجل مفضل الحمد لله عايش حياته وبخير عليه. ونقول لكم واحد القضيه، انا بدلت لي الاسم ديالو، ما بغيتش نقول مفضل هكذا اسم ديالو، وانا سميته مفضل لحد لي انت واحد راجل فاضل. والله العظيم قلت لك انت واحد راجل فاضل. ما هضرت معاه اللي سترتيها ما بغيتش نجرجرها في المحاكم. قال لي خف نتوسخ انا السي هذا، خف نتوسخ ما خف نتوسخ. وانا كنت نطلقها هكا ونخلعوها وترجع. وجاوني تصاور قدامي وجاوني هذا وجاوني هذا. ها هو داك خو داك اللي قلت لكم تصور، ها هو تا هو ساهم في هذه الجريمه هذه. بغيتي تتصور ما ديتها منها والو، عطيتهم الرجله والرجل كان ناوي يردها، والبنت كانت تدير عقلها. هي ما دارش عقلها طايشه، وانت زدتيها بدوك البراوات. حيدتي لها نفضل من حياتها، حيدتي نفضل من حياتها. خليتيها شنو الحلم في ايطاليا. الحلم الطلياني تا هو قال لي راه حكا ما تبقى تجينا، البوليس غيجي وكذا. الطلياني مشى في حالته. وهي الله يرحمها في ذاك الوقت قالت لها يا الطلياني مشى عليك، بقيتي انت هذه. قالت لها الاخر تيخلعوا، قال لي راه البوليس غيجيو يشدوك انت وياها وغيديروك هو يمشي تما. فهمت ان الاخر عمرو باش ما يجيش عنده للدار كاع. حيد لها الطلياني. قالتها مسكينه بداك النطق ديالها. الثمانينات هاد القضيه هادي. تنشكر الاخوه اللي تيتلاقاو بيا دابا، تنشكر الاخوه اللي تيهضروا معايا في هاد الشيء هذا. وفي الثمانينات انا عدت انسبكتور دو بوليس،
كنت في التروازيام ارونديسمون، فكان هذا الحادث وقع. وهاد الاخوان اللي تيقولوا لي هاد الاخبار تيرشدوني ان شحال دابا وليت نقلب على البوليس القدام اللي كانوا معايا في الثمانينات فاش انسبكتور، الوقت اللي كنت في الهيئه الحضاريه، تلقى بعض الاخوان تنجمع معهم احاديث وتيقول لي واش عقلتي نهار كذا كذا، وتترجع على ديك السنين اللور. انا خدمت مدن بزاف، 7 المدن والمطار باسلا ومطار وطنجه مراكز حدوديه وديك المدن اللي خدمت فيها. ولكن لابد ما تلقى واحد الانسان تيذكرك، تيجلس معاك من البوليس ولا كذا وتيذكرك، تيقول لك واش عقلتي الخرز على واحد القضيه، واش عقلتي. وشحال دابا وليت تنوقف شي مع بوليسي قديم كان معايا تنسلم عليه تنقول له، تيقول لي مزيان هادشي تدير، تنقول له فكرني دير شي حاجه درناها صاحبي فكرني. وكاين تيفكر تيقول لي ما هو القضيه اللي درنا ديال ولد فلان ما ذكرتيهاش، والقضيه ديال كذا كذا. ومن تسمعت القضيه وتنتفكرها انا تندرجع شكون اللي هذيك الساعه فلان وما عندي شغل، وتمشي عند فلان نسول هذا ونسولو الدراري ساكن يساعدوني وهذا، وتنسول هذا السيد هذا. الا ما لقيتش داك لاشيف مثلا ما توصلش ليه في واحد الجهه تمشي جهه اخرى، مشي عند واحد كاين بعض المرات تنضطر نمشي عند محامي، كان عنده واحد المحامي ديالو فلان، تلقى عنده مساطر بعد محامون، تمشي للمحكمه كاين الاخوان تيوكي انا نقراك المسطره ونقول لك شنو كاين فيها. وهادو ماشي تيعطيوني هذا الشيء زعما ما خصهمش يعطيوه، راه خصهم يعطيوه اختصار شي فصل تعطى لان ديال التقادم. راه تشوف دابا هنا في فرنسا مثلا تيديروا داك بحالي انا دي زوراتور اللي تيهضروا على الجريمه، الدوله تتساعدهم بزاف، الدوله تساعدهم بالبوليس، تتوريهم الناس اللي كانوا قدام ديك الساعه، تتصلوا بهم كاين خضروا الطريق خدا كذا، وتجلسوا معاهم تعاودوا يهضروا تعاودوا يتكلموا وتيغنيو هذا الموضوع ديال الجريمه باش يحدوا بها بهذه الطريقه، تيحاربوها بهذه الطريقه هذه، تيساعدوهم. حنا للاسف ما تلقاش مثلا النساء بحال لا تبقى خايف ولا لا خويا ولا ممنوع ولا كذا ولا كذا، للاسف. ولكن الحمد لله كاين محامون، كاين اساتذه، كاين قضاة، كاين دراري اللي تعطونا تعرفونا بان حنا تنحاربوا الجريمه بهذا الشيء هذا، تنحاربوه. احنا دابا هضرنا في هذا الموضوع ديال اليوم، هضرنا على بنت ما حمدتش الله وما اكثرهن، شحال وحده بزاف ما حامدينش الله، تكون في واحد الخير في واحد النعمه وفي هذا ما تحمدش الله وتنوض دير شي اعمال كخيانه زوجيه او كذا تيخرج على كل شيء تخرج عليه. وكاين بعض النساء، وانا في هذه الحلقه نهضر على النساء، كاين بعض النساء اللي عقلهم طيش، عندهم تدير 3 و4 دراري وهي عقلها باقي طيش وباقي حاسبه راسها صغيره وباقي حاسبه تتعاند مع البنات الصغار ملي قد بناتها وتتقادا وناسيه تاكل العصا في حياتها في ولادها ومستقبلها في كل شيء كما وقعت السيده هذه. نتمنى من الله هذه القصه تعجبكم وتاخذوا منها واحد الدرس. السلام عليكم ورحمه الله.